طب ازاي اعرف ان الله عز وجل بيحبنا؟ اول حاجه بقى ورقه وقلم واكتبوا معايا عشان خاطري، ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق العبد للايمان والتدين. عندي حديث مقوله لابن مسعود رضي الله عنه بيقول: ان الله تعالى قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم. انا عايزاكم انتوا بتقولوا بقى صلى الله عليه وسلم عشان الصلاه بادئه من دلوقتي. وان الله تعالى يعطي المال من احب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا من يحب. رواه الطبراني والبخاري في الادب المفرد، حديث صحيح. فكثرة المال مش علامة على حب ربنا العبد، أنا بتكلم عن حب ربنا بيحبك ولا لا، وإن في علامات. يبقى أول حاجة إن ربنا يوفقه للإيمان والتدين. معنى كده بيحبني. هو إحنا عايزين ربنا يحبنا؟ وهقول لكم ليه. تاني علامة من علامات محبة الله عز وجل للعبد إن المؤمن بيحمي المؤمن من فتن الدنيا، شهوات الدنيا اللي منها شهوة القلب. واللي يعرف يمسك نفسه واللي يعرف فعلا يبقى متحكم في شهواته هو ده السعيد. ليه؟ جنب الفتن. في حديث رواه محمود بن أبي لبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن في الدنيا وهو يحبه. مش بيحميه من الدنيا علشان هو مش بيحبه أبدا، بيحميه من الدنيا ومن شهوات الدنيا كما تحمون مريضكم من طعام والشراب تخافون عليه. حديث رواه أحمد. يبقى معنى كده إيه؟ إن اللي ربنا بيحبه مش بيفقره ابدا، او اللي ربنا بيبغضه انه بيغنيه، لا. لكن المقصود ايه بعصمه ربنا؟ انه يعصمه من التعلق من شهوات الدنيا ويصرف قلبه عن الحب والانشغال بيها عشان ما يركنش ليها وينسى الاخره اللي هي الاساس. احنا في الدنيا دي يا جماعه مختبرين عشان هناك. ما انا لو نسيت يا الدنيا جميله بقى وبحب فلان وفلان بيحبني وماشيين كذا وعلاقات قاسمه والكلام ومش عارفه وايه وعلاقات ما قبل زواج، وتلاقي استغفر الله تلاقي برامج وتلاقي ناس طالعه يعني تفتي بغير علم. يا بنتي اعرفيه واخرجي معاه قبل الزواج، خليه تشوفي حبه عامل ايه، حبه صادق ولا قبل الزواج وقبل ما يجي البيت. امال هتعرفيه ازاي؟ يجي البيت يا بنتي. اوعي تكسروا الحاجز ده. اوعي تعرفي واحد من وقت تخوني الله وتخوني ابوكي وامك واماناته ومراقبه ربنا عليكي عشان تروحي تحبيه بره وتعمليه. امال هعرفه ازاي؟ ما يجي البيت. احنا بنقول اسروا الخطبه. احنا عندنا بقى في الاعراف دلوقتي الخطبه بقت كتب كتاب. والله الخطوبه بقت كتب كتاب خلاص. لا، اسروا الخطبه دي يعني في فتره قبليها خلاص استقرينا، لا في حاجات ظهرت بعرفه بتعرف عليه في وجود الاهل والباب مفتوح مش كذا والباب مقفول، وانت بتاعتي وانت خطبتي وانت بتاعتي وانت لازم تقولي لي وانت لازم. لا خاطب وعد بالزواج ممكن يبقى اي وقت ما ينفذوش. لكن اعمل علاقه قبل ما يخش بيت تخوني الله في امانته ليك وتخوني ابوكي وامك في امانتهم ليكي. الموبايل اللي معاكي اللي انت سهرانه عليه بتكلميه وبتشيتي معاه دي من الخيانات. ثالث علامه من علامات محبه الله عز وجل لعبده المؤمن هو ده الحب الحقيقي. والله لا اب ولا ام ولا زوج ولا الدنيا ولا صاحب ولا اخت ولا بنت الا الله سبحانه وتعالى. الحب باقي. لو ربنا حبك مش عايزه اقول خلي الكون كله يحبك، حجر وشجر ومطر وملائكه ارض وملائكه سماء والناس، ويسخر لك وما تطلبي يرضيك لانك حبيبه الله. من علامات حب ربنا العبد المؤمن ان هو بيوفقه لايه؟ للرفق واللين. لما تشوفي حد كده عنده لين في كلامه، مفيش عنف كده وقسوه كده في الكلام. حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بقى: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. الله يا بختيهم أهل البيت دول. ما وضع الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. لما دي من علامات حب ربنا لعبده يبقى لين رفيق، مش حد طص كده وحد قاسي. من علامات محبة ربنا رابع حاجة لعبده المؤمن إنه بيبتليه في دينه. وكان سؤال الحلقة اللي فاتت ناس كتير علقت لي على اللي بتاع. طب احنا كلنا مبتلين، ده من علامات حب ربنا. ابتلاء في الدنيا على فكره. حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله سبحانه وتعالى اذا احب قوم ابتلاهم. ليه؟ عشان ترضي وبعدين فيعلي الدرجات. لعلها درجه لن تناليها الا بالصبر على الامر ده او بالرضا بالامر ده. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حديث رواه الترمذي وابن ماجه.
الله عز وجل يا جماعه بيبتلينا عشان يمتحننا. قلت لكم احنا في الدنيا دي مختبرين. فلما يجي يبتليك بالغنى والفقر، الصحه او المرض، الفراغ او الشغل، المال، هو كل ده عشان ايه؟ عشان تشوف. فمن رضي وصبر الله سبحانه وتعالى يمحص ذنبه خلاص. ومن لم يرضى خلاص خسر عظيم الثواب ولن يستعيد ابدا ابدا اللي فقده. ما هو انت يقول لك ايه يعني؟ جالك الامر فخليه جوده. صبرنا نلنا وامر الله نافذ، ما صبرنا ما نلنا وامر الله نافذ. الله عز وجل بيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى ايه؟ لنبلونكم حتى نعلم ايه؟ المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. يبقى ما ينفعش اقول للمبتلي يا عيني عليها دي مسكينه قوي، دي غلبانه خالص، ده ما تستاهلش والله اللي جرى لها ده. غلط. الله عدل، والله عدل، وبما انه عدل وحكيم ويعطي البليه او يعطي الامر وسع الشخص تقول لك مش قادره، ما صدقكيش والله. الله قال لا يكلف الله نفسا الا ادام في امر